طيب، انا عايزكم تركزوا معايا في القصة دي عشان القصة دي تبقى مختلفة عن اللي فات كله. اول حاجة بس قبل ما نبدأ القصة عايزك تنزل تصلي على النبي تحت في الكومنتات، وعايز الفيديو ده الكومنتات كلها تبقى الصلاة على النبي. القصة تبقى مختلفة خالص، ولو القصة دي نجحت انا هغرقكم قصص منها. مش هحرق عليك حاجة، ويلا نخش في القصة على طول. انا ياسين، عندي 26 سنة، عايش في القاهرة في منطقة اسمها المنيرة. عايش لوحدي من وانا عندي 10 سنين. والدي ووالدتي توفوا وانا صغير، ما عنديش اخوات، بس قعدت اشتغل واصرف على نفسي لحد ما كبرت وبقيت صنايعي، شغال في الكترونيات، فاتح زي سنترال كده صغير جنب البيت عندي. في يوم وانا قاعد دخلت عليا بنت زي القمر. السلام عليكم. معلش حضرتك، بس عايز اصلح التليفون ده عشان وانا بركب الميكروباص وقع مني، كسروا عليه حاجات مهمة فعايز اصلحه. شوف بس كده اللي فيه وصلحولي، وصلحولي بسرعة عشان انا محتاجاه بكرة، عشان عليه مشروعات بتاعت الكلية بتاعتي هسلمها. تمام يا انسة، اتفضلي بس اقعدي وانا اشوف لك الدنيا. طيب التليفون الشاشة بتاعته بس مكسورة، هو التليفون سليم، الشاشة مش هتاخد وقت، ان شاء الله النهاردة بالليل اكون خلصته. لو تعرفي تسيبيلي رقم ولا حاجة اكلمك اشوف عشان اقولك التليفون اشتغل ولا لأ، اكتبهولي هنا. طيب انا كتبتلك الرقم دوت، ورن عليا بالليل وانا هرد عليك وهاجي استلم التليفون منك. طيب انت اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي نور. تمام، انا ان شاء الله النهارده بالليل هرن عليكي واقول لك تعالي استلم التليفون. بس جميله البنت، شكلها حلو. ايه ده، وانا هعجب بيها ولا ايه؟ هنشوف لها التليفون بتاع ده ماله، صلحهولها زيها زي اي زبونه. اخيرا خلصت، مخدش وقت بس كان معايا شغل كتير. طيب نرن على الأستاذة تيجي تشوف التليفون بتاعها. ألو، أستاذة نور؟ أيوة حضرتك، أنا خلصت التليفون، تقدري تيجي تستلميه دلوقتي. تمام، أنا جايلك في السكة أهو، مش هطول عليك. مش هطول عليا. طيب هنشوف لما تيجي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا أستاذة. انت حضرتك اسمك ايه؟ عشان انا ما اعرفش ما اجي اتعامل معاك بعد كده دي بايه. انا اسمي ياسين. المهم التليفون بتاعك خلص خلاص. طيب هو انت حضرتك قاعدة هنا؟ اه انا قاعدة جنبك بشارعين كده، لسه ساكنة جديد من حوالي اسبوع. كنت رايحة الكلية بتاعتي، كنت لسه ناقلة في الكلية هنا، ورايحة الكلية وانا بركب الميكروباص التليفون وقع اتكسر. فزي ما انت شفت بقى التليفون كان عامل ازاي. طب الحساب كام؟ لا خلي خالص يا استاذة، خلي عشان اول مرة خليها عليا. لا مش هينفع والله، هو لازم أنا ادفع. طب مش مهم بقى، خليها عليا انا المرة دي. طيب الحساب بس معلش، حسابك يا استاذة، اعمل لي خصم، حسابك 400 جنيه. تمام اتفضل. دوت رقمك اللي انت كنت رنن عليا بيه؟ ايوه هو رقمي، لو احتجت حاجة بقى رن عليا. تمام. انا نسيت اخد رقمها، اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ بس هي اكيد يعني حست وهترن هي. ده مين كمان اللي بيرن دلوقتي؟ الو، باشمهندس ياسين معايا؟ باشمهندس مرة واحدة؟ انا يا دوبك صنايعي على قدي. انا نور اللي كانت عندك الصبح. تمام يا استاذة نور، في حاجة ولا ايه؟
لا بس كنت برن بطمن عليك. طمني. تمام. لو في حاجة قولي. لا مفيش. بس معلش يا استاذة نور، بس كنت عايز اسألك على حاجة. هو انتي في كلية ايه؟ انا في كلية فنون جميلة. وانت بتدرس ايه؟ لا انا ما بدرسش. انا قاعد في البيت، انا وحيد من صغري. بصرف على نفسي وزي ما انت شايف شغال اهو. بس شغلك حلو قوي يا باشمهندس. ما بلاش باشمهندس دي عشان انا بحسها مش لايقة عليا. لا هي لايقة عليك، انت شغلك انضف من المهندسين كمان. شكله هيبقى في تعامل ما بيني وما بينك كتير، اجيب لك صحباتي. قال له قول لي يا ياسين. اقول لك يا ياسين بعد كده، مش هقول لك باشمهندس. ماشي قولي اللي تقولي عادي. هو انت مرتبط؟ لا ما جربتش قبل كده. يعني ما فكرتش في الكلام ده؟ مفيش حاجة ولا مفيش حاجة ما بينك وما بين حد والكلام ده كله؟ لا ماليش انا في الكلام ده، انا قاعد في حالي ولوحدي. هو شغلي من الشغل للبيت والبيت للشغل. تمام ماشي. معلش بقى انا هقفل عشان بابا بيخبط. ماشي سلام. 6 شهور عزيزي المشاهد، مكالمة ورا مكالمة، لحد ما جه في يوم هي طلبت منه اللي هو يتقدم لها. وهو كان حاطط في دماغه اللي هو يتقدم لها خلاص. كان بيشتغل ليل نهار علشان يجيب القرش ويروح يتقدم. بقولك يا ياسين، هو انت ليه شغال على طول؟ ايه ده شوية عشان ترتاح، ريح جسمك يا حبيبي. يا حبيبتي انا شغال عشان اريحك انت بعدين. انا شغال عشان ما اجي اطلب ايدك تكون يعني هجيب لك حاجه بمقامك. انت مقامك عالي عندي. يا حبيبي انا مش عايزه غيرك، انا عايزاك انت بس، مش عايز اي حاجه. انت بس تعالى، وانا كلمت بابا عنك، وتعالى وهو ان شاء الله هيوافق. انا عايزاك انت، مش عايزه حاجه. تمام يا حبيبتي، ان شاء الله الجمعه الجايه هكون جايلك وهتقدم لك. يوم الجمعه ان شاء الله هكون انا جهز نفسي ورايح لها. ياه، اخيرا مش هبقى وحيد، مش هبقى وحيد تاني خلاص. يوم الخميس هنزل اجيب بدلة واروح لها الجمعة ان شاء الله. انا مش عارف انا عمال اكلم نفسي ليه كده. يلا ما انا عايش وحيد. جه اليوم يا نور اللي هاجي اتقدم لك فيه خلاص. هنبقى احنا لوحدنا، وان شاء الله مش هنطول ونتجوز على طول. انا مش عايز ابقى قاعد لوحدي، أبقى قاعد وحيد على طول بعد كده. اوعدك ان انا مش هقدر اسيبك، ودي واديني يا نور. اوعدك يا حبيبي ان انا مش هقدر اسيبك. طيب بكرة انا هاجي، انا جبت البدلة خلاص، وبكرة هاجي اتقدم لك وللباباكي اللي انا جاي خلاص. تمام. ماشي يا ياسين، ماشي يا حبيبي، بكرة ان شاء الله تيجي ما تتأخرش. ماشي حبيبتي سلام. بدلة مظبوطة، شكلي حلو. مش عارف اخد رأيي مين، ما عنديش حد. طيب يلا، يلا نتكل على الله. خلاص ننزل من البيت ونروح لها. الو الو يا نور، انا نازل دلوقتي، جاي لكم اهو. الو الو يا ابني، ده ياسين. نور يا ابني، الله يرحمه، بقى في حياتك. نور ايه يا حاج؟ يا عمي انا جاي اهوت. نور مالها؟ نور يا حبيبي نزلت تجيب لي الدواء وعربية خبطتها. ايه؟ انت بتقول ايه؟ اكيد انت بتهزر، اكيد عامل فيها مقلب بتختبرني صح؟ نور ما يجرالهاش حاجة، نور ما يحصلهاش حاجة، يا حبيبتي. نور، نور. انا عارف ان النهاية احتمال كبير ما تعجبش حد، بس ده اللي بيحصل. القدر ممكن يفصل بين اتنين بيحبوا بعض،
واحنا منقدرش نعمل حاجة. مش كل النهايات بتبقى سعيدة. كان معكم الراوي، نشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد. سلام. Разбитая душа, и все твои обещания.